5 افلام مستوحاه من قصص حقيقيه لازم تشوفها. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال طول الوقت. هكلمكم النهارده ان شاء الله عن 5 افلام مستوحاه من احداث حقيقيه لازم تتفرج عليها، وده الجزء الاول من السلسله، لان طبعا ان شاء الله في اجزاء تانية من نفس السلسله دي هتكلم عليها الفتره الجايه. اهم حاجه مش حابب ان انا اضيع وقتكم، ما تنسوش ان انا عندي قناه تانية على اليوتيوب، قناه خاصه بقصص الرعب، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن تحت. اهم حاجه ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر جرس التنبيهات وتدوسوا لايك على الفيديو علشان ما يفوتكمش كل جديد. يلا بينا ما نضيعش وقت ونخش في الموضوع على طول. اول فيلم وهو فيلم الصراع للبقاء على قيد الحياه 127 hours. الفيلم بيحكي قصه المتسلق الامريكي ارون رالستون. ارون كان شاب بيحب يتسلق الجبال والمغامرات، وفي سنه 2003 قرر يروح لوحده لمنطقه منعزله في ولايه يوتا، واثناء نزوله لاحد الاخاديد حصلت الكارثه. صخره ضخمه وقعت على دراعه وحصرته تماما. مفيش حد حواليه، مفيش اي بني ادمين حواليه، مفيش اي طريقه يقدر يستعملها ان هو يخرج من المكان ده، غير ان معاه كميه محدوده جدا من الميه والاكل. البدايه ارون حاول بكل الطرق انه يحرك الصخره، لكن اكتشف ان الموضوع شبه مستحيل، والاسوأ ان الساعات بدأت تتحول لأيام. الفيلم نفسه بياخد اسمه من المدة اللي قضاها ارون محاصر قبل ما ينجح في الخروج والنجاة. الفيلم نفسه بياخد اسمه من المدة اللي قضاها ارون محاصر في المكان ده. الفيلم فعلا بيخليك محبوس مع ارون نفسه، بتشوف خوفه، عطشه، الهلاوس اللي بتحصل له، الذكريات اللي بيبدأ يفتكرها، وبتبدأ تدرك ان هو مش بس مجرد ان هو بيحارب علشان يخرج من المكان ده بيحارب نفسه علشان يفضل عايش. واقوى حاجة في القصة ان النهاية اللي حصلت دي مش خيالية. الفيلم فعلا فيه قصة نجاح حقيقية مذهلة، اداء قوي جدا من جيمس فرانكو، واخراج سريع ومبتكر رغم انه اغلب الاحداث في مكان واحد، غير انك هتحس بتوتر عالي جدا وبيديك احساس بقيمة الحياة والناس اللي بتحبهم. الفيلم طبعا كان مرشح ل6 جوائز اوسكار كاملة، ومنهم افضل ممثل وافضل فيلم، ولكن للاسف ما خدش ولا جايزة فيهم. تاني فيلم حابب اكلمكم عليه هو فيلم جرين بوك اللي اتعمل في 2018. الفيلم بيحصل في امريكا سنة 1962، وبيجمع بين شخصين مختلفين تماما عن بعض. الاول هو دون شيرلي، عازف بيانو اسود مشهور وموهوب جدا، والتاني توني ليب، رجل ايطالي امريكي شغال حارس وسواق، وشخصيته مختلفة تماما عن دون. دون كان مقرر يعمل جولة حفلات في جنوب الولايات المتحدة، وهي منطقة كان فيها التمييز العنصري شديد جدا في الوقت ده. علشان كده استعان بتوني علشان يكون السواق بتاعه والحارس بتاعه خلال الرحلة دي. والمفارقة ان الشخصين دول في البداية ما كانوش طايقين بعض اطلاقا، واحد مثقف وهادي جدا، والتاني عصبي وخشن وبيتكلم بطريقة مختلفة. لكن مع مرور الوقت الرحلة بدأت تغير في الاتنين. الجميل ان الرحلة والصداقة نفسها مستوحاة من علاقة حقيقية بين دون شيرلي وتوني ليب. الفيلم ده بالنسبة لي من اكتر الافلام اللي اتكلمت عن العنصرية وقضية العنصرية اللي كانت مشهورة من زمان وما زالت يعني مستمرة لحد الوقت الحالي. من افضل الافلام اللي اتكلمت عن الموضوع ده بشكل جميل ومنطقي وواقعي جدا، غير ان في فعلا لحظات مؤثرة جدا موجودة في الفيلم ده. الفيلم كسب الاوسكار لافضل فيلم وافضل سيناريو اصلي وافضل ممثل مساعد. من الافلام اللي حابب اكلمكم عليها وهو واحد من افضل الافلام اللي موجوده في القائمه دي كلها، ويعني لازم تتفرجوا على الفيلم ده، وهو فيلم ذا بيانيست اللي اتعمل في 2002. الفيلم بيحكي عن قصه الموسيقار وعازف البيانو البولندي لاديسلاف شيبلمان اثناء الحرب العالميه الثانيه والاحتلال النازي لبولندا. شيبلمان كان موسيقار مشهور وحياته كانت مستقرة في البداية، لكن مع بداية الاحتلال النازي كل حاجة كانت بتنهار، حقوقه بتتسلب، عيلته بتتفكك، واهله بيجبروا يعيشوا في ظروف قاسية جدا. وبعد كده بتبدأ رحلته الحقيقية للبقاء من مكان لمكان ومن مخبأ لمخبأ، وكل مرة بيكون قريب جدا من الموت. واقوى حاجة في الفيلم ان البطل مش جندي خارق ولا بطل اكشن، مجرد موسيقار بيحاول يفضل ان هو يعيش في وسط الصراع اللي موجود حواليه ده. فيلم مؤثر جدا لدرجة كبيرة، لانك
كل اللي بتشوفه ده مش مجرد خيال، ده حقيقة وواقع في بني ادمين فعلا عاشوه. البطل بتاعنا هنا برودي قدم اداء استثنائي لدرجة انه نفسه كسب اوسكار افضل ممثل، والفيلم نفسه كسب اوسكار افضل مخرج وافضل سيناريو مقتبس. الافلام اللي حابب اكلمكم عليها هو فيلم كاتش مي اف يو كان اللي اتعمل في 2002. القصة عن شاب اسمه فرانك، شاب هرب من بيته وهو صغير وبدأ يدخل عالم الاحتيال وتزوير الشيكات وانتحال الشخصيات، واللي بيخلي الموضوع مجنون ان فرانك كان بيظهر بأكتر من شخصية، مرة طيار ومرة دكتور ومرة محامي، وفي نفس الوقت بيهرب من مطاردة الاف بي اي. الفيلم مبني على قصة فرانك وكتابه. اجمل حاجة في الفيلم ان المخرج مخليه شبه كده لعبة مطاردة، كل ما تقول لنفسك خلاص هم هيمسكوه، يعني خلاص كده تلاقيه سبقهم بخطوة وقدر يهرب منه. وفي الناحية التانية توم هانكس اللي هو بالنسبة لي من افضل الممثلين اللي انا عاصرتهم في حياتي بصراحة، بيقدم شخصية العميل اللي هو الاف بي اي اللي بيحاول يطارد الشخصية دي. بالرغم ان الفيلم مدته ساعتين و21 دقيقة الا انه هو فعلا سريع وممتع جدا، مش هتمل منه خالص. من الافلام اللي حابب اكلمكم عليها اللي بالنسبه لي ده من افضل الافلام اللي جت في التاريخ، يعني ممكن مثلا لو سالت حد وقلت له ايه افضل فيلم بالنسبه لك شفته في حياتك، ممكن يقول الفيلم ده عادي جدا، هو فيلم The Pursuit of Happiness. من اكتر الافلام اللي حبيتها وعصرتها وشفتها في حياتي كلها، ومستحيل ان الفيلم ده ما يعجبش اي حد، وخصوصا لو الشخص اللي نفسه يتفرج على الفيلم ده فعلا حاسس باحباط شديد وعايز حاجه كده تحفزه او تخليه يعني يقوم ينط من مكانه. الفيلم من بطولة ويل سميث وابنه جيدن سميث، وبيحكي قصة كريس جاردنر. كريس كان بيحاول يبيع جهاز طبي، لكن حياته المادية كانت بتنهار، الديون بتزيد والعلاقة مع زوجته بتنهار، وبعدين بيلاقي نفسه مسؤول عن ابنه الصغير لوحده. وفي وسط كل ده كريس بيحصل على فرصة تدريب في شركة سمسار، لكن المشكلة هنا ان التدريب هنا غير مدفوع الاجر، يعني هنا مطلوب منه ان هو يشتغل وينافس عدد كبير جدا من الناس، وفي نفس الوقت يصرف على ابنه ويصرف على نفسه ويشيل المسؤولية الكبيرة دي كلها لوحده، وخصوصا لما زوجته قررت ان هي تسيبه في نص الطريق وما تكملش معاه، لدرجة ان بيوصل لمرحلة التشرد هو وابنه، بيناموا في ملاجئ واماكن عامة وحتى في حمام منطقة المترو، لكن كريس بيرفض يستسلم. والفيلم هنا مش بيقولك ان النجاح سهل، بل بالعكس بيوريك قد ايه الشخص ممكن يتبهدل ويتكسر نفسيا وماديا ومع ذلك يكمل. طبعا كريس جاردنر ده معروف جدا دلوقتي حاليا ان هو من اكتر ومن اغنى رجال الاعمال اللي موجودين، والقصة بتاعته دي قصة ملهمة لأي حد حاسس بإحباط في حياته. الفيلم قدم لك أداء قوي جدا من ويل سميث، وقدم لك علاقة قوية جدا وحلوة جدا بين الأب وابنه. On the written exam, he wasn't chosen. It's not a simple pass-fail. You're not quitting on the shit, are you? بس كده دي كانت حلقتنا، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. ما تنسوش ان انتوا تشوفوا الافلام دي وتقولوا لي رايكم، هل عجبكم ولا لا، والافلام اللي تستحق تكون موجوده في القائمه بتاعت النهارده دي، واقتراحاتكم للفيديوهات الجايه ان شاء الله. وشكرا جدا ليكم، كان معاكم محمد العايدي، سلام عليكم.